السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. أخباركم إيه؟ وحشيني طبعا. بسلم عليكم كلكم، وحشتوني والله من آخر فيديو نزلته. وزي ما قلت لكم كان عندي في مشكلة في النت كده، كنت بحلها، ولحد دلوقتي المشكلة موجودة والله. بس يعني بحاول أعمل لكم بقى كل كام يوم كده فيديو إن شاء الله، عشان نبقوا متواصلين مع بعض. وحبايبي كده معايا بقى ما يسيبونيش، حبايبي بحبكم كلكم والله. أول حاجة نبتدوها نسمي الله كده ونذكر الله، اللهم صل وسلم وبارك عليك حبيبي يا رسول الله. تعالوا النهارده بقى بصوا، قلت بقى لازم تكونوا معايا، هنعمل كده يعني حاجه حلوه مع بعض. بس حطوا اللايك على الفيديو، واوعوا تنسوا تحطوا اللايك. حطوا اللايك، واللي ما شافش القناه، معاكم قناه منوعات ووصفات ام حنين وزياد، يشترك في القناه ويفعل الجرس على الكل، عشان كل حاجه هتلاقيها عاملاها ان شاء الله توصل لك. اكلات مصريه، فروجات، تحديات، حلويات. زي النهارده الحاجه الحلوه اللي احنا هنعملها النهارده كده هتعجبكم قوي. النهارده كده وانا قاعده كده الولاد قالوا لي ماما عايزين كده حاجه حلوه. فبصوا انا عندي كده هو كيس، عندي اللي هي الكيكه الجاهزه ديت. عارفين الكيكه الجاهزه دي اهي، هو الكيس بتاعها اهو، بتبقى كده جاهزه. فقلت كده نعملها ايه يعني حلوه كده الواحد. على فكره في الشتاء الليل طويل، عايز الواحد يقعد. وبصوا اي حاجه حلوه تاكلوها مع كوبايه شاي بقى، مع كوبايه كاكاو، مع كوبايه سحلب كده بقى. ايه بقى ما اقولكوش بقى. يلا تعالوا بقى بصوا هنعمله ايه. بص هي اصلا كده كده الطريقه بتبقى مكتوبه على العلبه. هي مجرد بس ده المكون اللي هو بيتحط فيه كل حاجه. بيبقى تقريبا فيه البيكنج باودر، فيه كل حاجه موجوده فيه. احنا ما علينا بس بنحط اللبن، ونحط البيض، وبنحط السمنه، وتخفقهم مع بعض على الكيس دوت بس. ده اللي مكتوب ماشي. فاحنا الاول هنحط طبعا المكونات الاول في هنا في البوله ديت. هنحط بصوا نص كوبايه لبن. احط كده نص كوبايه لبن اهي. هوريكم هنعملها ازاي. انا قلت لازم حبايبي يكونوا موجودين معايا عشان يشوفوا بنعمل ازاي بقى طريقه الكيك ديت. نشوفوها كده وهوريها لكم لما تطلع برده من الفرن. بصوا احنا كده دي 3 بيضات اهي. بصوا 3 بيضات اهي. وانا عملت اهي نص كوبايه لبن على الكيس اللي انا قلت لكم دوت ماشي. هتحطي اهو ادي كده اهو البيض اهو. عايزه بصوا انا عايزه اللايك بقى على الفيديو ده، في الحاجه الحلوه بتاعت النهارده دي. قلت ايه اشارككم معايا فيها اهو كده. بصوا حاطين كده 3 بيضات ماشي. هي بتبقى الكيس كله جاهز. زي بصوا كل حاجه مكتوبه ايه، مكتوبه الطريقه على العلبه نفسها. انت بتحطي بس تقريبا هو فيها سكر كمان. بس لا هنحط سكر، مش عارفه فيها سكر ولا لا. بس هو كده مكتوب كده البيض مع السمنه بيتضربوا كويس قوي. وبتحطي اللبن، بتحطي وبتحطي المسحوب. بس تقريبا مش مكتوب السكر، بس هنحط سكر. المكونات مكتوب هنا هو فيها، بس هنحط سكر عشان ممكن لو طلعت مثلا، يعني هنحط كوبايه سكر عشان ما تطلعش قوي يعني مسكره قوي ماشي. تعالوا كده اهو نشوف ايه هنعمل لكم دلوقتي. هنكمل بالتاني. بصوا يا حبايبي اهو، عملت 3 بيضات اهو. بصوا ادي البيض اهو. نحط 3 معالق سمنه. على فكره هي فيها سكر، مكتوب ان فيها سكر. هنحط كده سمنه كده اهو. على فكره حلوه قوي بالفراوله، بيبقى طعمها فراوله حلوه. يلا كده تشجعوا كده. جيبوا بقى ايه، جيبوا كيك دوت. الشتا على فكره بيحب بقى كل حاجه حلوه. بسبوسه بقى، كيك جنب كوبايه الشاي بلبن، اي حاجه. بصوا اهي كده. بصوا انا معايا المضرب دوت اهو. هتضربيها اهو. بصوا كده هنضربها كده مع البيض كويس قوي. السمنه مع البيض. طبعا انت بتحطي المكونات اللي هي سايله اهي كده اهو. بصوا زي ما عاملاها كده اهو. اهو كده تضربيه حلو قوي مع البيض. وبعدين بتحطي عليه الكيس بتاعك اللي انت طلعتيه اللي هو بتاع الكيك. فين اللايك؟ حطوا عايزه اللايك بقى كتير عشان هتشوفوها لما تطلع معايا من الفرن. هوريها لكم برده. هتضربي كده كويس قوي. بصوا انا هحط بقى ايه، انا هحط كوبايه سكر يعني الا ربع، عشان لو الكيس مثلا مش مسكر او في سكر مش كويس يعني هو يتحلى شويه. هنحط بس سكر كده بسيط. نحط كوبايه الا ربع احتياطي يعني، عشان ساعات بيخلوا كيازي مش محليه على فكره. نحط السكر اهو. سكر كده مع كده ونقلبها هي كده كويس قوي اهو. بصوا بنقلب كده اهو. حلو قوي.
وبعدين كوبايه نص اللبن اهي، كوبايه نص لبن، نص كوبايه لبن تحطيها برده كده اهي عليها. على فكره الكياس الجاهزه دي بتبقى حلوه جدا، بتبقى حلوه ومريحه للناس اللي هي مش بتعرف، بس اللي مش بتعرف تعمل كيك حلو او بتطلع منها هابطه. لكن آه الناس دي ممكن فيها ما يعني بتطلع معاها مش حلوه، بتعمل الكياس الجاهزه. لكن احنا بقى انا قلت عندي الكيس قلت اعمله، مع ان انا بعرف اعمل كيك جدا حلو قوي قوي، بعمل كيك، بس قلت ده عندي ابقى ايه ابقى اعمله. بصوا كده حطينا عنده كمان الفانيليا دي كلها كده بتتضرب كده حلو قوي قوي. هضربها كده وهرجع لكم تاني. بصوا بقى يا اخواتي، بصوا يا حبايبي، وبصوا بقى سائل ازاي، فضلت اضرب فيه لحد ما بقى سايل اهو اهو. شايفين بصوا ازاي اهو. هنجيب بقى الكيس بتاعنا اللي احنا عاملينه اهو بتاع الكيك، هنحطه كده كله، بنضرب بقى فيه كويس كده مع الخليط السائل اللي احنا عملناه. لو لقيته مثلا محتاج تاني سوائل بحط بقى ايه كيس لبن. بصوا كده بقى اهو، كده هنفضل بقى نضرب كده الخليط كده. بصوا اهو كده حلو كده، اعملوها كده وحطوه في الفرن. طبعا انا عايزه اقول لكم لما بتخلص بقوم حاطاه في الفرن، بقعدها حوالي نص ساعه او ساعه الا ربع، نص ساعه او ساعه الا ربع، ماشي. بقعدها في الفرن كده اهي، ضربيها بس كويس قوي، وقعديها في الفرن بقى و نص ساعه بالظبط، وطلعيها هتلاقوا احلى كيك. بصوا بتلاقينا ازاي حلوه اهي، بصوا اهي. هدخلها بقى الفرن الاول، هنصبها طبعا زي ما هي بقى في الصينيه، انا عامله صينيه دهنها سمنه، وهحطها انا بحط في القعر بتاع يعني في تحت في الشبكه، بحط صينيه فيها ميه علشان لو في ناس عندها فوق افران ما فيش فيها توزيع حراره حلو. انا عندي الفرن ما فيهوش توزيع حراره حلو، مش بيحمر قوي، فبحط صينيه فيها ميه على الشبكه من تحت خالص. الشبكه اللي فوق اللي حاطه فيها صينيه الكيك هتديها توزيع الحراره، هتخليها لك كلها سوا واحد، ماشي. انا بعملها كده بتطلع زي العسل. ابقى اعملها كده اهي، هنصبها كده بقى وادخلها الفرن، وهاجي اوريها لكم بقى بعد ما تدخل. بصوا هي كده اهي، بصوا بقت ازاي يا حبيبي اهي، بصوا بقى الخليط بقى عامل ازاي اهو. هصبها بقى في الصينيه دهنها سمنه واحطها في الفرن، وهرجع لكم تاني اوريكم بقى احلى صينيه كيك. بصوا تحفه، تعملوها بقى ايه بقى للعشاء كده جنب بقى شويه شاي جنب كاكاو. يلا احطها في الفرن وارجع لكم تاني. بصوا بقى بعد ما طلعت بقى من الفرن، شفتوا جمالها ولا ريحتها؟ مش عايزه اقول لكم. تعالوا بقى اتفضلوا بقى الكيك ده الجميل ده. ريحتها طعمها مش عايزه اقول لكم، يعني الريحه طالعه وهي في الفرن هشه وطريه وعامله زي الاسفنجه بالظبط. هنقطعها مع بعض وانتوا معايا ونشوفها دلوقتي وهوريها لكم. بصوا الجمال، جميله قوي وسهله وما اقولكوش عامله ازاي. بصوا حاطه طريه وانا بقطعها ازاي، طريه خالص، ولا ريحتها ولا طعمها عايزه اقول لكم. بصوا جميله جدا، بصوا اهو كده اهو. بصوا تعالوا كده نقطعها بقى سوا. الله على الريحه ولا الطعم. بعد ما طلعت بصوا من الفرن اهي، بصوا بقى الجمال ازاي، والله هشه وطريه ومش عايزه اقول لكم عامله ازاي. بصوا جمال الكيكه، طريه جدا ولا ريحتها مش عايزه اقول لكم. تعالوا كده بقى نقطع كده منها، بصوا اهي جميله والله يا حبيبي. بصوا الجمال، ولا الريحه بتاعتها مش عايزه اقول لكم الريحه عامله ازاي. بصوا اهو هطلع لكم اهي، بصوا بقى، بصوا جمال الكيكه عاليه ازاي وحلوه وبيضه، ولا ريحتها. بصوا ريحه الفراوله جميله قوي. بصوا نحط كده ونحط اهيت. يلا قومي تشجعي كده بقى في صينيه الكيكه الحلوه دي. ايه رايكم بقى بالطريقه اللي قلت لكم عليها؟ اعملوها بطريقه الجاهزه، هعمل لكم ان شاء الله برضو في القناه ان شاء الله بطريقه كيك حلو. آه، انا بعملها بمكونات بتطلع جميله قوي، هعملها لكم قريب بس ان شاء الله. وببقى اتفاعلوا بقى على الفيديو ده، عايزه لايكات كتير. اللي ما شافش قناه منوعات وصفات ام حنين وزياد يعمل لايك، يعمل اشتراك، ويفعل الجرس عشان يوصل لكم كل جديد. قناه 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 حصريه، قناه فيها اكلات ووصفات وتحديات وفلوجات كل حاجه عشان اكبر بيكم يا حبايبي. يلا بقى بصوا بقى الجمال بتاع الكيك عامله ازاي. بصوا الجمال ايه، عايزه لايك. يلا حبايبي، ربنا يا رب يوفقنا جميعا ويرزقنا كلنا بالرزق الواسع يا حبايب قلبي. يا رب يخليكم ليا حبايبي من مصر ومن بره مصر.
ويكرمنا كلنا يا رب. يا رب، واشوفكم بخير. ويلا قومي تشجعي بقى، اعملي سنة كيكه كده جنب كوبايه شاي بلبن. انا عايزه تقولوا لي رايكم في التعليقات ايه. ايه رايكم؟ بصوا حاطين اهي، بصوا بقى السمك بتاعها جميل ازاي اهي. بصوا جمال الكيك. يلا قوموا تشجعوا واعملوا بقى سنة كيكه حلوه. يلا اشوفكم بخير وفي فيديو جديد ان شاء الله. سلام يا حبايبي.